الجاري. ويبحث برشلونة بقوة عن التوقيع مع جناح أيسر مميز بعد أن تعثرت صفقة نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يسعى برشلونة للتوقيع مع جناح من الطراز الأول قبل نهاية الميركاتو. وأشارت إلى أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة كان معجبا للغاية بلويس دياز، لكن ليفربول لا يريد السماح له بالرحيل. وأوضحت أن الخيار الأول حاليا في قائمة برشلونة هو رافائيل لياو، ويسعى برشلونة لحسم الصفقة سريعا الآن، لا سيما أنه لاعب يحظى بإعجاب خوان لابورتا رئيس البارسا. وذكرت أن الصفقة معقدة لأن عقد لياو يمتد حتى صيف 2028، وقيمته السوقية تتراوح بين 90 و 100 مليون يورو، لكن برشلونة يعتمد على خورخي مينديز وكيل اللاعب. وكشفت أن لياو يرحب بالانتقال إلى برشلونة، وقد يكون ميلان مهتما بعدد من لاعبي البارسا مثل رافينيا وأندرياس كريستنسن وإنيجو مارتينيز وفيران توريس وأليخاندرو بالدي، مما قد يقلل من سعر الصفقة. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن حقيقة إجراء مانشستر سيتي وبرشلونة صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وذكرت تقارير أن إلكاي جوندوجان سينتقل إلى مانشستر سيتي نظير عودة جواو كانسيلو إلى برشلونة هذا الصيف. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لن يبرم السيتي وبرشلونة اتفاقا يتضمن مبادلة بين جوندوجان وجواو في الميركاتو الصيفي. وأشارت إلى أن مانشستر سيتي لن يدفع رسوم نظير عودة جوندوجان إلى النادي، كما أن السيتيزينز لن يقبل برحيل كانسيلو دون الحصول على رسوم انتقال. وذكرت أن مانشستر سيتي سيقبل فقط برحيل كانسيلو هذا الصيف عن طريق انتقال نهائي أو إعارة مع خيار شراء إلزامي إذا تم استيفاء مجموعة من الشروط. عاد نجم وسط برشلونة فيرمين لوبيز اليوم الثلاثاء لتدريبات فريقه بعد مساهمته في تتويج منتخبي إسبانيا الأول والأولمبي بلقب أوروبا يورو 2024 في ألمانيا وأولمبياد باريس على الترتيب. وكان صاحب 21 عاما أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب إسبانيا الأولمبي، وساهم بشكل كبير في التتويج بالميدالية الذهبية، حيث سجل 6 أهداف في البطولة، منها ثنائية في النهائي ضد فرنسا صاحبة الضيافة. كما كان لوبيز أحد أعضاء المنتخب الأول الذي توج بلقب اليورو، لكنه قضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء ولم يشارك سوى لنصف ساعة تقريبا في مباراة ألبانيا ضمن دور المجموعات. وحظي نجم الوسط الشاب باستقبال حار من زملائه في المران، لا سيما بيدرو جونزاليس بيدري. وبدأ المران بحديث سريع بين الألماني هانز فليك المدير الفني للبارسا واللاعبين، ثم بدأوا في خوض فقرة بدنية قوية لرفع معدل اللياقة. وشغلت تدريبات الكرة وتناقلها تحت ضغط في مساحات صغيرة الجزء الأكبر من المران. ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته اليومية غدا الأربعاء استعدادا لثاني مواجهاته في الليغا أمام أتلتيك بيلباو السبت المقبل على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. أكد تقرير صحفي إيطالي اليوم الثلاثاء على تزايد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الإيطالي فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس هذا الصيف. ويبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه بجناح جديد بعد فشل صفقة نيكو ويليامز وعودة جواو فيليكس للنادي السابق أتلتيكو مدريد واقترابه من تشيلسي. وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الانتقال إلى ناد أجنبي هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لكيزا. وأضاف التقرير أن اللاعب يرى برشلونة أفضل وجهة ممكنة له في الموسم الجاري. وأوضح التقرير أن فالي رمضاني وكيل كيزا فتح محادثات مع برشلونة في محاولة لضمه من يوفنتوس بعد تأكد رحيله. ولن يكون كيزا جزءا من خطط المدرب تياجو موتا في يوفنتوس، وكان يتدرب بشكل منفصل عن بقية الفريق خلال الصيف. وارتبط اسم كيزا بالانتقال إلى أحد أندية إنتر ميلان وروما وميلان، لكن الأقرب هو رحيله خارج الكالتشيو. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما يتراوح من 10 إلى 15 مليون يورو، علما بأن عقده مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2025. عقد خواكين أسطورة ريال بيتيس وعضو الإدارة الرياضية الحالي للنادي الأندلسي جلسة مع إدارة البارسا اليوم الثلاثاء بشأن التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب برنامج إل تشيرينغيتو الإسباني، فإن خواكين يشعر بالتفاؤل بعد تواجده في برشلونة اليوم لمحاولة التوقيع مع روكي. وأضاف البرنامج أن بعثة ريال بيتيس عادت إلى إشبيلية بعد انتهاء جلسة المفاوضات، لكن الأمور تشير إلى اقتراب حسم الصفقة. وقال خواكين في تصريح مقتضب عن المفاوضات: لقد سارت الأمور بشكل جيد، لا أستطيع قول أي شيء آخر الآن. ومن جانبه تواجد روكي في برشلونة اليوم بشكل طبيعي، وشارك في جزء من التدريبات. وانتقل فيتور روكي لصفوف البلوغرانا قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 40 مليون يورو. لي تان سبورت الفرنسي عن شرط النرويجي إيرلينغ هالاند للانضمام لصفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل. ووفقا للموقع الفرنسي، فإن هالاند يرحب بالانتقال إلى برشلونة، لكنه سيضع شرطا واحدا للتوقيع للنادي الكتالوني، وهو توقيع عقد قصير الأجل. ويبذل برشلونة قصارى جهده لإقناع اللاعب النرويجي بالانضمام إليه، حيث عقد خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني جلسة مع مينو رايولا وكيل اللاعب. وذهب المدرب هانس فليك إلى ميونخ للقاء هالاند وشرح دوره مع الفريق. وكشف لابورتا في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عن تقدمهم بعرض ضخم يشمل قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة للمهاجم النرويجي. وارتبط اسم هالاند 21 عاما بمغادرة دورتموند في الصيف الحالي، خاصة مع رغبة العديد من عمالقة أوروبا في استغلال وضعه التعاقدي لضمه مثل برشلونة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان. أكد الصحفي الإسباني الكبير غويلين بالاجي وكاتب سيرة ليونيل ميسي الذاتية على حتمية عودة النجم الأرجنتيني إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني من جديد. وكان قد رحل ليونيل ميسي عن فريق برشلونة لينضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر. وبعد انتهاء عقده مع باريس، كانت كل المؤشرات تتحدث عن عودة النجم الأرجنتيني إلى كامب نو، ولكنه قرر الانتقال إلى أمريكا للعب مع إنتر ميامي. ويرى غويلين بالاجي أن عودته لبرشلونة من جديد مؤكدة، ولكنه يستمتع بوقته حاليا في إنتر ميامي، وبعدها قد نراه في البرسا من جديد. وتحدث الصحفي الإسباني عن عودة ميسي لبرشلونة قائلا: هل سيعود للبرسا؟ هذا ما قاله، سيعود، سيأتي الوقت الذي سيتقاطع فيه طريقا برشلونة واليو. وأضاف: حاليا ميسي يستمتع بوقته في إنتر ميامي، لكن سيأتي اليوم الذي يجب فيه العودة إلى المنزل. وكشف غويلين بالاجي: أثناء تدبيج كتابي عن قادة برشلونة، كان على كل شخص تحدثت عنه كتابة شيء ما، فتواصلت مع ميسي وقال لي أنه سيفعل، وفي النص قال إنه مشجع لبرشلونة وسيظل كذلك، وأن حبه للفريق غير مشروط، وسيعود يوما ما لبرشلونة. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الاثنين نية نيوكاسل التعاقد مع أحد نجوم برشلونة. وارتبط نيوكاسل بأكثر من لاعب في برشلونة مثل أندرياس كريستنسن وفيتور روكي وأخيرا فيران توريس. وترددت أنباء قوية حول دخول توريس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن البارسا من أجل الحصول على مقابل مالي يمكن من خلاله عقد صفقات جديدة. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن نيوكاسل يخطط للتعاقد مع توريس خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية. ويرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن توريس يعتبر أولوية لتدعيم الجناح. وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة السوقية لتوريس حاليا تبلغ ما يقرب من 30 مليون يورو. وشارك توريس في المباراة الأولى للبارسا بالدوري الإسباني ضد فالنسيا التي انتهت بانتصار الكتلان 2-1. اقترب داني أولمو المنضم حديثا إلى برشلونة من الظهور الرسمي الأول بقميص البارسا في الدوري الإسباني. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، كان أولمو الغائب الأبرز عن فريق برشلونة في مباراة السبت ضد فالنسيا، حيث ذكر المدرب هانز فليك أن اللاعب غير جاهز بدنيا. بالإضافة إلى ذلك، فشل برشلونة حتى الآن في تسجيل أولمو برابطة الليغا بسبب قانون اللاعب المالي النظيف. وأشارت إلى أن أولمو تدرب واستعد بجدية وبات جاهزا على مستوى اللياقة البدنية للمشاركة مع برشلونة، وبالتالي هذه النقطة لن تكون عائقا أمام مشاركته في مباراة السبت ضد أتلتيك بيلباو، لكن يتبقى فقط تسجيله في رابطة الليغا.
ويحاول أولمو الحفاظ على هدوئه والابتعاد عن الضغوط والقلق السائد في النادي بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف، لكنه في الوقت نفسه متحمس للعب دقائقه الأولى مع برشلونة. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد بأن نيوكاسل يضع عينه على لاعب برشلونة تحسبا لضمه هذا الصيف، ويسعى نيوكاسل لضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس كخيار أول لتعزيز مركز قلب الدفاع، ولكن في حالة فشل الصفقة سيتم اللجوء لخيار التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن موقف كريستنسن في برشلونة لم يتم حسمه حتى الآن، خاصة وأنه لم يشارك بشكل أساسي أمام فالنسيا. واعتمد المدرب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على الثنائي باو كوبارسي وإنييجو مارتينيز بشكل أساسي، فيما جلس كريستنسن على مقاعد البدلاء. ودفع فليك بكريستنسن مضطرا في الدقيقة 64 بدلا من كوبارسي الذي حصل على بطاقة صفراء. وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل كريستنسن ليس مستحيلا، خاصة وأن رونالد أراوخو سوف يعود في يناير كانون الثاني المقبل. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيرحب برحيل كريستنسن حال تلقيه عرضا بقيمة أكثر من 30 مليون يورو. وجه نادي برشلونة أنظاره إلى أحد لاعبي تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ووفقا لصحيفة صن البريطانية يستهدف برشلونة التعاقد مع كارني تشوكويميكا لاعب وسط تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأشارت إلى أن تشيلسي منفتح على بيع تشوكويميكا بالإضافة إلى التخلي عن جزء من السعر المطلوب 40 مليون استرليني لتسريع رحيله. وأوضحت أن برشلونة وعددا من الأندية الأوروبية الكبرى استفسرت عن وضع اللاعب في تشيلسي وإمكانية رحيله على سبيل الإعارة أو البيع. ويبحث برشلونة عن التعاقد مع لاعب وسط جديد عقب رحيل أوريول روميو، بالإضافة إلى طلب إلكاي جوندوجان المغادرة هذا الصيف. ويمثل راتب تشوكويميكا أزمة للأندية الراغبة في التوقيع معه، حيث إنه يحصل مع البلوز على 115 ألف استرليني أسبوعيا. تورط فيرمين لوبيز نجم برشلونة في موقف محرج خلال مشاهدته لمباراة البارسا وفالنسيا السبت الماضي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. ولم ينضم لوبيز بعد إلى تدريبات برشلونة لأنه لا يزال في إجازة عقب المشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس هذا الصيف. ونشر فيرمين لوبيز صورة على شبكة إنستغرام تظهر أنه يشاهد مباراة برشلونة وفالنسيا أمس، لكن سرعان ما حذف نجم برشلونة الصورة بسبب الضجة التي أحدثها، لأنها توضح أنه يشاهد المباراة عبر إحدى الشبكات غير القانونية التي تسرق البث الأصلي. وكان برشلونة دشن انطلاقته في الليغا أمس السبت بالفوز 2-1 على مضيفه فالنسيا في ملعب ميستايا. وسجل هدفي البلوغرانا روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 45 و42 من ركلة جزاء، بينما أحرز هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 44. تقرير صحفي موقف مانشستر يونايتد الإنجليزي من التحرك نحو أحد لاعبي برشلونة الإسباني في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر بلاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ الذي يعد هدفا رئيسيا للشياطين الحمر منذ وصول مواطنه إيريك تين هاج لتدريب الفريق في صيف 2022. لكن النادي الإنجليزي فشل في الظفر بتوقيعه منذ ذلك الحين. ومن جانبه نفى فلوريان بليتنبرغ الصحفي في شبكة سكاي ألمانيا ما تردد مؤخرا بشأن اعتزام يونايتد العودة لمحاولة ضم دي يونغ. الفيديو الرائج رقم 1 لحظة إصابة كامافينجا تفسد أجواء التدريب الأخير للريال قبل السوبر. وأضاف أن النادي الإنجليزي لا يفكر مطلقا في هذا التحرك حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نافيا وجود أي محادثات بين الطرفين. في الوقت ذاته يركز مانشستر يونايتد جهوده على جلب مانويل أوغارتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إلى ملعب أولد ترافورد. ويدرس النادي جميع الخيارات المتاحة لتعزيز وسط الملعب حال فشله في ضم الدولي الأوروجواياني.